باللي تقنين مجال الدعارات محتاج بزاف د الامكانيات، وتنتمناو حتى حنا بحال البلدان الاجانب حيت غنستافدوا بزاف. الايجابيه ديالها اننا كنولوا كنضمنوا الحقوق ديال هاد الناس هادو اللي هما مهمشين بواحد الطريقه يعني من كبيره بزاف. من الاحسن فهمتي نوضعوا فوق الطاوله ونديروا ليه حلول، نديروا ليه قوانين ديالو ونديروا ليه الالتزامات ديالو، ونوضعوا واحد القانون مثلا بحال تونس كيفاش خصات لهم الوثائق ديالهم وخصات لهم البطاقات ديالهم انهم باش يمارسوا الدعاره بشكل قانوني ويخلصوا ضرائب. الدعاره معروفه في المغرب ومزيانه، واول حاجه خاصها تبقى. علاش خاصها تبقى مزيانه لينا وللبنات باش عاوتاني فهمتي. خص الدوله تاخذ شي اجراءات، زعما كاينه كما قلت لك تبني شي مؤسسات ولا شي حاجه كوم كوا الكليان فاش يبغي يجي غادي يجي يقضي المسائل ديالو، يحط لا كارت ناسيونال ديالو باش يعرفوا كوم كوا الا طرات شي حاجه راه يعرفوا هو. فهمتي خاص تقنن باش ما يكثروش الامراض، باش زعما كاينه باش ما تتعرضش للسرقه، باش شحال من حاجه. وما عندناش حتى داك الوعي باش غادي يتقبل هذيك بلا ان الدعاره غادي تولي مقنه في الدوله عندنا. ولكن السؤال المطروح نقدروا نقولوا السؤال الفعلي، واش بصح الا درنا هذه المهنه هذه غادي نضبطوها وغادي نلتزموا بها ولا غادي يلتزموا بها هذوك الناس؟ حنا